يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين. النهارده هنعمل التومية بأسهل طريقة. وطبعا عملت معاكم العيش السوري وعملت معاكم الشاورما. النهارده بقى هنعمل التومية بأسهل طريقة وقوام تحفة التحفة. شايفين جمالها وحلاوتها؟ ازيكم يا حبايبي غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كوبايتين مية، 3 معالق كبار نشا، هندوبهم على البارد وبعد كده هنحطهم على النار خلاص، ونفضل نقلب لغاية ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بصوا، انا عايزة القوام ده. هنسيبها تبرد تماما تماما تماما. بعد كده هنجيب الخلاط، علبة زبادي، معلقة توم، 3 مكعبات جبنة نستون او مايونيز وربع كوباية خل، ونضرب كويس جدا الخليط ده في الخلاط كويس جدا جدا خلاص لحد ما يبقى عامل يعني صوص خفيف كده. بعد كده هننزل بالخليط اللي احنا عملناه على النار بتاع النشا والماء، ونضربه كويس جدا. بعد كده هننزل بربع كوباية زيت بالتدريج، واحدة واحدة، ونضرب كويس جدا جدا، ونحط الملح بتاعنا. بصوا، اول ما بتعمليها بتكون يعني سايلة شوية، بعد كده بعد ما بتبرد بتبقى ده قوامها اللي انتوا شايفينه. قوام كريمي تحفة التحفة. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم. وعملنا مع بعض العيش السوري، وعملنا مع بعض الشاورما، وعملنا مع بعض، واللي ما شافش الفيديوهات يروح يشوفها. بحبكم قوي قوي قوي. سلام عليكم، باي باي.